منحت الثورة أثرا من آثار العهد البائد، عهد الإقطاع، الذي كان ينعم فيه الإقطاعيون بآلاف الأفدنة التي اغتصبوها من الفلاحين أصحابها الشرعيين. فبينما كان رجال الإقطاع يعيشون في مثل هذه القصور الشامخة، كان الفلاحون يعيشون في هذه الأكواخ التي يأنف الحيوان من سكناها، والذي قضى فيها الفلاح المسكين طيلة حياته. وجاءت الثورة فقضت على الإقطاع، وبدأت ترد الأرض الطيبة إلى أصحابها الشرعيين. استقبلت الفاروقية موكب الثورة الذي يضم الرئيس البكباشي جمال عبد الناصر رئيس الوزراء، وقت الجناح جمال سالم، والصاغ صلاح سالم، والبكباشي حسين الشافعي، والصاغ كمال الدين حسين، بأعظم مظاهر الحفاوة والترحيب. فخرجت جموع الفلاحين تهتف لموكب الإصلاح، وتعبر لقادة الثورة عن تأييدها للثورة في أهدافها، وعن إخلاصها للذين أرسلهم الله عز وجل لإنصاف الفلاحين ورد حقوقهم إليهم. وشق رسل الإصلاح طريقهم بين الجموع المتلاطمة إلى السرادق الذي أقامته جمعية الإصلاح الزراعي بالفاروقية. وتصدر القادة المنصة الرئيسية وسط آلاف مؤلفة من مختلف الطبقات. واستمع القادة إلى سكرتير الجمعية التعاونية الذي أشاد بعهد الإصلاح وزوال الظلم والطغيان. وتبعه الأستاذ سيد مرعي فقال: لا سيد ولا مسود بعد اليوم. ثم وقف الرئيس جمال عبد الناصر يقول لمواطنيه: إن أصحاب الإقطاع الذين تحكموا فيكم كانوا يخرجون الرجل من الأرض بعائلته وأولاده شريدا لا يجد لقمة العيش. لقد قامت الثورة لتحرير الشعب من الاستعباد، وقد حققنا الحرية للمواطنين جميعا. وقال قائد الجناح جمال سالم: حافظوا على إنتاج الأرض واعملوا على زيادته. وتكلم الصاغ صلاح سالم فقال: إننا نعمل من أجل الفلاح والعامل لرفع مستواهما. وقال كمال الدين حسين: إننا نفخر بأن نكون فلاحين. وقال حسين الشافعي: لقد عادت الأرض الآن إلى أهلها، فحافظوا عليها وضاعفوا جهودكم فيها. ثم وقف الرئيس البكباشي جمال عبد الناصر يوزع شهادات تمليك الأراضي على المنتفعين الجدد، وعددهم 511 أسرة، وكان يباركهم ويشجعهم ببعض الكلمات الوطنية. وغادر الرئيس جمال عبد الناصر ورفاقه الأحرار مكان الاحتفال مودعين من إخوانهم الفلاحين وأهل القرى بالهتاف والدعاء. وفي طريق العودة إلى القاهرة كانت المدن والقرى محتشدة بأهلها عن بكرة أبيها، شيوخها وشبابها ونسائها وأطفالها، تستقبل رسل الإصلاح وتعبر لهم عن تأييدها. ولا عجب، فقد زار رجال الثورة قراهم ليرفعوا الظلم عن إخوان لهم حق الحياة كغيرهم. السيارات في بلبيس أعلن صلاح سالم للعمال أنه سيبدأ في إقامة مصنع جديد في بلبيس. ومر الركب على منشآت جديدة ل3 مدارس في دور الإنشاء. ووقف صلاح سالم ليقول: ستعم المدارس كل المدن والقرى قريبا بإذن الله. لقد تحرر الفلاح من عهد الإقطاع البغيض كما تحررت أرضه وماشيته، وسيجد الفلاح في القريب مسكنا نظيفا يعيد إليه كرامته وإنسانيته. وقرر رجال الثورة أن يعم توزيع الأراضي كافة أنحاء الجمهورية المصرية، كما قرروا أن يتم هذا التوزيع على وجه السرعة. فغادر الرئيس البكباشي جمال عبد الناصر رئيس الوزراء والصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد غادر القاهرة بالقطار إلى إقليم البحيرة. وعلى طول الطريق من القاهرة إلى دمنهور كانت المحطات زاخرة بآلاف الجماهير التي حضرت من كل صوب تستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والصاغ صلاح سالم، وتعبر لهما عما تكنه نفوسهم من حب وتأييد للثورة وأهدافها ورجالها. وصل القطار إلى دمنهور التي كانت شعلة من نار.
بدأ موكب الإصلاح يشق شوارع دمنهور التي ازدانت بالأعلام وأقواس النصر بين هتافات الجموع الزاخرة وترحيبها بالزائرين الكريمين. وصل الرجل إلى تفتيش معمل القزاز، حيث أقيم سرادق كبير احتشد فيه حوالي 10,000 من إخواننا المزارعين وعمال كفر الدوار. وتصدر جمال وصلاح المنصة الرئيسية، وألقى الأستاذ عبد الرزاق صدقي كلمة جاء فيها: احمدوا لله نعمته وللثورة مجدها. وقال الأستاذ سيد مرعي إن العالم كله يتطلع إلى هذه التجربة الفريدة التي تطبق في أرضنا. وقال الرئيس جمال عبد الناصر: إني أطالب كل فرد منكم أن يحافظ على أرضه حتى يعيش حرا ويعيش أبناؤه أحرارا. وقام الرئيس بعد ذلك بتوزيع شهادات التمليك على المنتفعين بها بين دعاء الجماهير الحار بأن يحفظ الله لمصر رجال ثورتها. وفي العودة مر موكب الإصلاح على كفر الدوار، فاستقبلته الجماهير بمظاهرة شعبية رائعة. إن مصر لن تنسى لرجال الثورة كفاحهم من أجلها.